بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهاردة معانا ايه؟ طريقة الفراخ الناشفة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا معانا هنا ايه؟ فرخة ونص. معانا بصلتين، 3 بصلات كبار مفرمينهم، ومعاهم راس ثوم فرمناهم. ومعانا برضو هنا ايه؟ 3 قرون فلفل وقرن شطيطة، وهنفرمهم برضو في الكبة. وهنعمل معانا طماطم برضو هنفرمها في الكبة، اتقطع بس ايه حتت كده مكعبات وخلاص. وهنلفهم في بعض مع شوية كزبرة وجزرية مبشورة. هنفرم الطماطم اهوت. نفرم الطماطم وهنحط لها بقى ايه؟ معلقة عسل. هنحط للتتبيلة ديت معلقة عسل ومعلقة ملح، مش معلقة، الحدق بتاعها، الملح بتاعها، ومع شوية كمون، شوية كزبرة، شوية فلفل اسمر، شوية شطة، ده لو مفيش ايه، فلفل حراق، وشوية بابريكا، شوية وبتاع، وفصان حبهان، ورقتين لورا. ومعانا هنا برضو ليمونة اهوت. هنعصر الليمونة معانا، وشوية خل، معلقة خل او معلقتين. هنحط الفراخ بقى نلف التتبيلة دي كلها في بعضها، وايه، وندعكها حلو. ونقوم حاطين لها حطينا لها معلقة العسل، حطيناها ونلفها في بعضها مع التوابل بتاعتها، ونقوم حاطين فيها الفراخ، ونلف ندعك برضو كل الفراخ فيها، بس ايه، نخرق الفراخ ونلفها في بعضها، ونقوم حاطين الفراخ فيها، ونسيبها ايه، ونتبلها ايه، ونسيبها ممكن ايه شوية قبل الاكل، او لو انت عاملاها على بيات بتتبلها وبتحطها في التلاجة عادي، ما بصبهاش حاجة، تبقى حلو وبتستوي على طول معاك. حطينا لها كده وشوية شوية الكاري اللي حطيناهم لها. هنا الشطة، وهنا كمون وكزبرة برضو كهون، ملح، وشوية الخل. نلفها بقى في بعضها مع ايه، تلف في بعضها بقى كده ايه، خلاص اهيت. وهنحط لها ايه، الفراخ بتاعتها، ولا زيت ولا اي حاجة، لان الفراخ ايه، بتلاقيها ايه حلوة يعني كبيرة، بتطلع الزيادة اللي فيها، مبحطلهاش اي زيت، اي زيادة خالص فيها، وبتستوي، بتبقى اكلها جميل. الاخرى حطيتها على البوتاجاز، ما خدتش حاجة على البوتاجاز، في ثواني كانت مستوية. كنت عاملة التتبيلة دي كنا على بالليل، تبلتها وقمت حطاها في التلاجة لما ايه، لما للصبح. والصبحية قمت رايحة مفضياها، وقمت رايحة عاملاها مولعة عليها. الأخرى في ثواني، ما سريع سريع كده، مخدتش سوية ولا البوتاجاز ولا حاجة. ما شاء الله جميلة يت وطعمها كان حلو وجميلة في الأكل. المهم تخرقي الفراخ عشان ايه، التتبيلة تخش في قلبها من جوه، وتشرب ايه التتبيلة بتاعتها. كنا هنا بقى الصبح، وكنت على ما كان جزر بقى عملناه، عاملة الجزراية، وقمت حاطة عليها العود الكزبرة وقلبتها، حطيناها هي، تولعنا عليها. ان شاء الله كانت جميلة. هنا بقى نعمل إيه طبق بطاطس بتقلية. عملنا البطاطس. كنت انا عملت الطماطم مصفتها، وفي الشفشق تاني برضو قمت جايبه ايه، بصلايه والثوم والفلفل، وقمت حطاهم مع شويه طماطم اللي متصفيه، قمت ضربهم في الخلاط مع ايه، مع بعضها كده. واقوم حطاه ايه، حطيت في البطاطس شويه كمون، شويه كزبره، وشويه شطه. وحطيت ايه، جبت جزرية برضو قطعتها مكعبات وحطيتها مع البطاطس.
وديت ايه الطماطم، إيه طماطم ببصل بفلفل بتوم، وتقلبها ايه في بعضها. تحط لها نطرة الزيت بتاعتها وشوية السكر. السكر بيعادل الحموضة. متلاقيهاش تطفح كده ولا حاجة، تلاقي أكلها حلو وخفيف. ديت الفراخ بعد ما استوت واتحمرت ما شاء الله كانت جميلة جميلة جميلة. وجربوها كده وشوفوا ايه رأيكم. هنا برضك معانا البطاطس اهيت، يعني شوية زيت اهم اللي حاطاهم، يعني مش كتيرة ولا حاجة، هي مستوية كلها في بعضها. هنا بقى كنا خلصنا أكلنا اهو، وغرفنا وخلصنا. ما تنسوناش باللايك والشير وتشتركوا في القناة. مع السلامة.